السلام عليكم اخواني يا اصدقائي. كثرة المراسلات من الطلاب والاصدقاء باعدادية الصناعة والمعاهد التقنية، فدزوا لي رسائل وطلبوا من عندي اشرح لهم موضوع الكويل الاربع بنات وموضوع المجول. فهسه راح اشرح لكم الموضوع ماله. هذا الكويل الاربع بنات، هذا بالنسبة لهذا الكويل ما يشتغل على السيارة الكابريتر، هذا ينطي جدحتين ومرة واحدة، يعني 1 4 2 3. فشلون راح يصير يعني ينطي البستمين سوية؟ ما يشتغل على نظام الكابريتر، يشتغل بس على نظام حقن الوقود الإلكتروني فقط. يكون مثلا جدح الولف الأول بدأ الاحتراق به، الجدحة راح تجي بالبستم الرابع، الاسطوانة الرابعة، بمعنى خلصت حرق طلعت عادم، فراح تجي الجدحة بهذا الوقت. والبستم الثاني والثالث نفس العملية، يكون مثلا صار الحرق بالبستم الأول، يكون البستم الرابع خلص الحرق ماله وطلع عادم، فتكون الجدحة بهذا الوقت. فلهذا سمى ذو الجدحة الضائعة، يعني ضائعة تصير ويا الإكزوز يعني تطلع. فهسه راح أشرح لكم. هسه شوف رتبت لكم ايش ترتيب. هسه شوف خلينا نقول هذا الأول وهذا الرابع. هذا من تجي تربط، شوف هذا هسه موجب مشترك ماخذين للاثنين، يعني موجب مشترك. هذا الاثنين اللي منه، خلينا نبدي بهاي الجهة اليمين. هذين اثنين حساس، ودائما الحساس دائما يجي ازرق واخضر، دائما يجي بالفيش اخضر وازرق. فشوفوا هذا الحساس غيرته، هذا مال دراجة، انا حتى اشوفكم الحساسات يعني كلها تشتغل. هسه الاثنين اللي منه هاي مال بطة ونجي، هذا الماغنيت دائرة التقطيع. هاي هسه شوفوا الاثنين اللي منه حساس. الوسط يصير موجب مشترك، شوفوا مشترك ويا الوسط مال هذا المجول الكويل، احنا نسميه مجول، العراقيين نسميه مجول. هو وهذا هم نسميه مجول، اما هو كويل، يعني هو كويل نفس كل الكويلات، يعني نفس الواجب. فهذا اللي بالوسط ماله هذا الموجب مشترك، فشوفوا مشترك هاي، وانطينا المشترك هذا الموجب هذا والموجب هذا. فمثل ما قلنا هذا الحساس الاثنين هذني، ويجي بعدين الموجب، بعدين الموجب. هذا الرابع RPM عدد دورات المحرك، تريد تربطه تريد ما تربطه، اذا على سيارة تربطه عادي. وهذا تقطيع الشرارة، بارد الكويل، سالب الكويل، السالب الكويل. فتاخذ السالب هي من الجسم، تاخذ السالب من الجسم. فشوفوا احنا مسوين هذا الازرق هو السالب، شوفوا شلون مار بهاي بالجسم مال هاي وبالجسم مال هاي وبالجسم مال الكويل. مو شرط الكويلات مو كلها الجسم مالها يريد سالب، ومار هنا سالب البلكات، منطي سالب للبلكات هاي الأربعة. فشوفوا هذا سويناه، هذا السالب، وهذا الجوزي هذا الموجب. شوفوا هنا جاي على هذا الوسط، أول مرة الحساس الاثنين منه على جهة اليسار، وبعدين يكون الموجب، بعدين يكون هذا RPM عدد دورات المحرك، بعدين يكون هذا السالب اللي يروح على الكويل اللي يقطع الشرارة. شوف هسه جهة اليسار احنا خلينا الثاني والثالث. شوفوا هاي الجهة اليمين خلينا الأول والرابع، والوسط سويتش. شوفوا مشترك، كله مشترك شوفوا. فهسه راح اشوفكم. هسه هذا راح نربط، هسه هذا الموجب انطيناها هاي باتريات 12 لان الامبير مالها قليل فربطناها توازي، ماكو مشكلة يعني. وهذا السالب ربطناه. فشوفوا هسه راح نقطع بالحساس، هسه راح نقطع الرابع والاول. شوفوا باوعوا، شوفوا شلون مرة واحدة الجدحة مرة واحدة تجي. شوفوا هذا الثاني والثالث، شوفوا. فلهذا سموه ذو الشرارة الضائعة.
يعني تقدرون مثل ما قلت تقدرون تشدوه على محرك باستمين عادي يشتغل، تلغي اثنين وتشغل اثنين عادي. وتقدر هاي الحساسات يعني يشدن على الكم شفت، يعني مثلا تريد تحول محرك ما إلى ديلكو ما إلى خلينا نقول نظام الالكتروني مال الديلكم كله ما لقيت له موجود، تقدر ترتب ايش ترتيب. وهاي الشغلة الثانية هاي المجول، هذا نظام المجول. شوفوا النظام المجول حاله حال الكويل، يعني هو حاله حال الكويل. شوفها نفس العملية، هاي الاثنين حساس والحساسات نفس الشيء تقريبا مشابهة يعني كلها. حتى انت تقدر تسوي ملف ومغناطيس وتصنع حساس، يعني ماكو مشكلة بالموضوع. شوف هسه اثنين اليمين اليسار العفو صار حساس. شوفوا هاي الحساس، شوفوا الوسط هذا الثالث هذا موجب مشترك. شوفوا مشترك مال المجول، مشترك مال المجول. هذا الرابع الار بي ام عدد دورات المحرك، تريد تشده تريد ما تشدها تختلف يعني حسب المحرك اللي راح تشده عليه. احتمال الشده على محرك، على موتور بنزين، على دراجة نارية، يعني على أي شيء ينشد ما بي مشكلة. وهذا الخامس هذا تقطيع، هذا السالب المقطع هذا تقطيع، وهذا جسم السالب. فشوفوا جاي على البلاك سالب. فشوف هسه راح نشغل هسه هذا السالب، شوفوا هذا السالب راح نربطه، وهذا الموجب راح نربط الموجب. هاي ندمجن اثنين توازي حتى يصير الامبير زين ماله. فشوف هاي الحساس، شوفوا الشرارة. هذا المجول شوفوا، يعني هذا المجول حاله حال الكويل، يعني لا تحير بيه، لا تحيرون ابد، لا تحير بشي. يعني اصفون فكر لها، انتبه على التأسيس مالها، على شغلاتها، الرموز كلها مشابهة. شيك الرموز مالتها، الوايرات انتبه عليها، اباوع عليها، اتمعن بيها، افكر هاي شلون تشتغل. ماكو مشكلة يعني، ما عندك اي مشكلة يعني. اي شيء تقدر تصنع، حتى حساس انت تقدر تسوي الحساس. وهذا مثل ما قلت لكم هذا المجول الرباعي الاربع بنات، هذا الشرح مالته ينطي 1 4 2 3. فقلت لكم ما يشتغل على الكابريتر، يشتغل فقط على الحقن الالكتروني، الوقود الالكتروني. ليش؟ لان هذا راح ينطي شراره بلكنسويه، فيكون اكو غاز بالثلاجه والفاتح مال هواء مثلا راح يحرق الوقود اللي بالثلاجه ويطلع، خلينا نقول احنا العراقيين نسميها العطسه، تعطس السياره، فما راح تشتغل، راح يحرق الوقود مو وقته، راح ينطي شراره مو بوقتها. فهو ليش للالكتروني؟ حتى يكون الاشتعال بالاسطوانه الاولى، تكون الاسطوانه الرابعه خلصت حرق ما بيها مشكله، حتى اذا جتها شراره ما تاثر، طلعت عادم. والثاني نفس العمليه. واذا صار الاحتراق بالرابع، بدا الاحتراق بالرابع، راح الولف الاول يكون مطلع عادم، يعني كمل الاحتراق وطلع عادم، فماكو مشكله بالموضوع. وانا تعذروني تاخرت عليكم، انا بالوقت الحالي وضعي الصحي مو تمام، يعني انا حاليا مريض، بس لكثرة الطلبات والاصدقاء قالوا عندي امتحان، عندنا امتحانات وعندنا بحوث، فاضطريت يعني اكمل لكم، فسويت لكم الموضوع بهالطريقة هاي، هيك وزعت حتى تكون واضحة الشغلة. والسلام عليكم.